مساء الفل. عمرك سألت نفسك هو احنا فعلا عرفنا كل حاجة عن الأهرامات؟ يعني هل المبنى العملاق ده واقف طول الزمن ده ما تهزش منه حجر واحد ومعرض لكل عوامل التعرية ولسه لحد دلوقتي احنا ما عرفناش سره ايه؟ لو فاكر ان الإجابة أيوة يبقى أنا هغير رأيك في الفيديو ده. تابع معايا وما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل بسرعة لغيرك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من الكبر. النهاردة أنا مش جاي أحكي لك عن رص حجارة، أنا جاي أحكي لك عن قصة حقيقية حصلت وحصلت قريب جدا كمان. قصة كده فيها تكنولوجيا، والغريب إن في بيانات سرية واللي فتحها روبوتات، والروبوتات دي وقفت قدامها عاجزة طبعا. جهز بقى كوباية شاي المتين وحصلني. الحكاية بتبدأ من جوه غرفة الملكة في الهرم الكبير اللي هو معروف طبعا باسم هرم خوف، والغرفة دي زيها زي غرفة الملك بالظبط، بس كان فيها حاجة غريبة شوية. فتحات ضيقة جدا قطرها ما يزيدش عن 20 سنتي، ولسنين طويلة كل علماء الآثار في كل أنحاء العالم كانوا مفكرين إن دي مجرد فتحات تهوية. بمعنى أصح كده إن كانوا المصريين القدماء عاملينها لمجرد بس إن هي تجدد الهواء جوه الغرف دي. كلام منطقي مش كده؟ بس المنطق ده اتكسر لما اكتشفوا إن الفتحات دي ما ينفعش إن هي كل التهوية. هقول لك هما سببين وركز معايا عشان هما مهمين جدا. أول سبب، الفتحات دي متوجهة بدقة لنجوم معينة في السماء زي مجموعة أوريون اللي احنا بنسميها حزام الجبار، وطبعا المصريين القدماء كانوا بيعتبروها إنها مقر الآلهة. السبب التاني وده الأهم، إن الفتحات دي فعلا مسدودة، ومسدودة من جوه الهرم، يعني ولا بتدخل هوا ولا بتطلع هوا. تعالى بقى وركز معايا كده عشان اقولك احنا عرفنا الكلام ده ازاي. طيب طالما ان هي مش للتهوية، امال هي معمولة ليه؟ هل دي مثلا ممرات عشان تعدي روح الملك منها للسما، ولا في سر تاني مدفون احنا لحد دلوقتي ما نعرفش عنه اي حاجة؟ المشكلة بقى ان الممرات دي ضيقة جدا لدرجة ان ما ينفعش طفل صغير يعدي منها، والحل الوحيد في القصة دي كانت التكنولوجيا. تعالى بقى ركز لي تاني عشان هقولك ازاي التكنولوجيا حلت ده. في بداية التسعينات كده وتحديدا سنة 1993 جه مهندس ألماني عبقري، وكان عبقري جدا، كان اسمه رودولف، ويا رب اكون قلت اسمه صح محدش يتريق عليا. رودولف قال ساعتها انا هحل لكم القصة دي، وصمم روبوت صغير جدا مزود بكاميرا واضواء كاشفة وسماه أبوات. وأبوات ده اسم فرعوني قديم جدا ومعناه فاتح الطرق. ركز في الاسم ده، فاتح الطرق. وهنا طبعا المهمة كانت واضحة جدا، ان الريبورت يخش الفتحة دي ويمشي لآخر الممر ويكتشفوا ايه اللي جوه الممر او نهايته ايه بالظبط. في اليوم ده بقى العالم كله كان حابس انفاسه ومستني يعرف فيه ايه جوه، لان ده ممر محدش شافه من 4500 سنة. الروبوت بدأ يتحرك وصوت العجل بتاعه هو الوحيد اللي مسموع في السكوت الرهيب اللي موجود في الهرم طبعا، والكاميرا اللي موجودة في الروبوت بتنقل الصورة أول بأول. الممر طويل وأطول من إنك ممكن تتخيل هو طوله قد إيه. الروبوت ساعتها مشي 10 متر، 20 متر، 30 متر، ولحد 50 متر كمان، والروبوت لسه مكمل. وفجأة كده عند المتر 65 الروبوت وقف. الشاشة اللي كانت موجودة قدام المهندس الألماني وعلماء الآثار ظهرت حاجة كده تخلي جسمهم يقشعر. في آخر الممر ده كان في باب حجر صغير سادد الممر تماما. الباب ده كان مقفول بعناية جدا، وكان متثبت فيه مقبضين، والمقبضين دول كانوا من النحاس، شكلهم كده كان باين ان هم اوكر بيبان. باب في اخر الممر وكمان مسدود. طب المقبضين دول لازمتهم ايه؟ هي دي بقى غرفة الكنز اللي احنا بندور عليها بقالنا كتير. وهل ممكن لو فتحنا الباب ده هنلاقي موميا خوفو اللي العالم كله لحد النهارده مش عارف مكانها وكل الناس بتدور عليها؟ العالم كله اتجنن، والخبر ساعتها اتصدر كل الجرايد العالمية، والكل طبعا كان مستني يعرف ايه اللي ورا الباب. بس فجأة المشروع ووقف بأمر من الهيئة المصرية للآثار، ووقتها منعت المهندس الألماني إنه يكمل المشروع، وقالت كده بالبلدي إن ممكن الروبوت ده يبوظ الممر ويعمل خدوش وتأثرات في الهرم. ومن ساعتها بقى حصلت خناقات ومشاكل سياسية وإعلامية ملاش آخر. من هنا بقى عدت سنين كتير قوي، من سنة 1993 لحد سنة 2002
9 سنين والباب ده مقفول، وطبعا ما كانش حد عارف ايه اللي وراه. ومن هنا الاشاعات كلها كترت، اللي يقولك ان الفراعنه مخبين وراء الواح الزمرد اللي هي يعني فيها اسرار الكون، واللي يقولك ان ورا الباب ده لعنه لو الباب ده اتفتح هتدمر العالم كله. وفي 2002 تحديدا الهيئة المصرية للآثار قررت هنا إن هي تنهي كل الكلام ده، فجابوا روبوت تاني أقوى وأحدث من الروبوت الياها بتاع المهندس اللي قلنا عليه في أول الفيديو، وطبعا ده كان بالتعاون مع ناشونال جيوغرافيك، والمهمة دي اتذاعت في بث مباشر لكل أنحاء العالم. الخطة هنا كانت بسيطة بس في نفس الوقت عبقرية قوي. الروبوت كان فيه شنيور صغير جدا، وكان وظيفته ساعتها ان هو هيخرم الباب اللي كان فيه المقبضين النحاس اللي اتكلمنا عليهم، عشان يدخل كاميرا مصنوعة من الياف ضوئية رفيعة جدا عشان تكشف لنا ايه اللي ورا الباب. وساعة ما جت اللحظة ان الكاميرا دخلت جوه وظهرت الصورة كلها على الشاشات اللي ما كانش حد متوقعها. وهنا يا ريتهم ما شافوا اللي شافوه ورا الباب. ما كانش دهب ولا موميا الملك خوفو ولا اي حاجة تخطر في بال اي حد. اللي شافوه كان فراغ صغير جدا، وبعد الفراغ ب20 سنتي بالظبط لقوا باب حجري تاني. يعني خلصنا من الاولاني دخلنا في التاني. من الاخر كده الفراعنه كانوا بيلعبوا معانا، كانهم بيقولوا لنا هو انتم مفكرين نفسكم اذكياء ولا ايه؟ طب يلا ورينا ذكائكم بقى وافتحوا ده كمان. وساعتها بقى الخيبه كانت تقيله جدا، سنين بقى واحنا مستنيين، وفي الاخر التكنولوجيا مش قادره توصل لحته باب ما عداش 20 سنتي. ولحد دلوقتي واحنا في القرن ال21 محدش عارف يفتح الباب ولا يعرف ايه ورا الباب التاني. يا جماعه الاهرامات ما بتطلعش اسرارها بالسهوله دي، الهرم ده اتصمم عشان دايما هيفضل لغز. كل ما بنفتح باب نلاقي ورا باب، وكل ما بنلاقي لغز بنلاقي وراه كمان لغز، وكل ما بنفتكر ان احنا فهمنا بنكتشف ان احنا لسه في اول الطريق. هل تفتكروا بقى ان هو يستاهل كل التعب ده، ولا الفراعنه كانوا مجرد ان هم بيضحكوا علينا؟ شاركوني برايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير، هيدعمنا جدا ان احنا نوصل الفيديو ده لغيرك عشان يشوفه. سلام.